تخيل انك تصحى في اوضه ما تعرفهاش قبل كده، فاكر اسمك لكن مش فاكر ازاي وصلت هنا، او ليه عقلك حاسس انه زي السجن وانت معكش مفتاحه. في سنه 1953 وفي ذروه الحرب البارده بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي، وقعت المخابرات الامريكيه على مشروع سري للغايه، مشروع ما كانش الهدف منه التجسس على الاعداء، انما كان هدفه انت، او بمعنى اصح عقلك. غسيل الدماغ أو التحكم في الإرادة ومسح الذاكرة، هل كانت مجرد خيالات في أفلام الخيال العلمي؟ ولا كانت تجارب حقيقية دمرت حياة الآلاف خلف الأبواب المغلقة؟ النهاردة هنفتح واحد من أكتر الملفات رعباً في تاريخ CIA، الملف اللي حاولوا يحرقوا الوثائق بتاعته بالكامل، لكن الحكاية بقيت لتروى، مشروع MK Ultra. أنا محمد عبده، ودي الحكاية من أولها. مع اندلاع الحرب الكورية سنة 1950 بين كوريا الشمالية المدعومة من الاتحاد السوفيتي والصين وبين كوريا الجنوبية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، كان المجتمع الأمريكي بيعاني من قلق غير طبيعي نتيجة سيطرة هوس الخوف من انتشار الشيوعية على عقول صناع القرار الأمريكيين. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية خايفة إن تكون الحرب الكورية هي أول خطوة لهيمنة الشيوعيين على العالم. كمان اللي زود الطين بلة زي ما بيقولوا رجوع الأسرى الأمريكيين من الحرب الكورية بحالة غير طبيعية من تبدل الولاء، اللي تسبب في انتشار شائعات مرعبة عن طريقة مبتكرة استخدمها الصينيين علشان يحولوا ولاء الجنود الأمريكيين لصالحهم. وبدأت تظهر تكهنات بتقول إن الصين وحلفائها قدروا إن هم يفكوا شفرة الدماغ للجنود الأمريكيين وكمان يخترقوا عقولهم. خد بالك هنا إن ده ما كانش مجرد كلام وتكهنات، ده كان واقع فعلي ترجمه على أرض الواقع، رجوع الأسرى الأمريكان بتغير غير طبيعي في السلوك والتوجهات وميلهم الواضح للشيوعية وكرههم للرأسمالية. وبناء على كل اللي فات، تقرر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية البدء في تمويل أبحاث السيطرة على العقول. وكان طبعا المبرر الأهم في الموضوع هو إذا كانت الصين امتلكت سلاح زي ده، فعلى الولايات المتحدة إنها تحصل عليه. في 13 إبريل سنة 1953 وقع مدير CIA ألان دالاس على قرار إنشاء مشروع MK Ultra، وحط على راس الفريق اللي هيشتغل فيه الطبيب النفسي والكيميائي العبقري سيدني جوتليب، واللي اتعرف بعد كده في أروقة المخابرات بالساحر الأسود. خد بالك هنا وركز إن جوتليب ما كانش بيدور على علاج لمرض أو لقاح لفيروس، لكنه كان بيدور على الثغرة في النفس البشرية، الكود اللي لو تم فكه تقدر تعيد كتابة شخصية أي إنسان من الصفر. بدأ مشروع MK Ultra في كذا مكان في وقت واحد، أكتر من 80 مؤسسة ما بين جامعات كبيرة ومستشفيات وعيادات وشركات أدوية وأبحاث وعدد من السجون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. الغريب في الموضوع إن كل المؤسسات دي ما كانتش تعرف أصلاً إنها بتشتغل لصالح المخابرات المركزية، وكانت فاكرة إن الموضوع ما هو إلا أشكال مختلفة للبحث العلمي وصناعة الأدوية بناء على طلب من الحكومة الأمريكية. وقع اختيار سيدني جوتليب على مادة ثنائي أسيلاميد حمض اللايسيرجيك، والمعروفة اختصار باسم LSD، وكان واثق ومتأكد إنه أخيراً لقى إكسير التحكم في العقول. تم اكتشاف المادة دي أصلاً على إيد الكيميائي السويسري ألبرت هوفمان في سنة 1943، وكان جربها على نفسه في مختبره للأبحاث وقال عنها إنها خدته إلى عالم أقرب ما يكون إلى الأحلام، وكل ما تخيل شيء اتجسد قدامه بصورته الكاملة. خد بالك أنا عايز ألفت نظرك لحاجة بخصوص المادة دي، وهي إنها تقدر تعمل تغيرات مريبة على الوعي البشري، خصوصاً على طريقة إدراكه للبيئة المحيطة. المهم في أوائل الخمسينيات ومع بداية عمل المشروع، طلب جوتليب من CIA إنهم يعقدوا صفقة للاستحواذ على المخزون العالمي بالكامل من مادة LSD مقابل مبلغ وصل وقتها لحوالي 240 ألف دولار. وكشفت مجموعة من الوثائق اللي تم نشرها على موقع أرشيف الأمن القومي الأمريكي في ديسمبر سنة 2024 إن شركة الأدوية الأمريكية العملاقة إيلي ليلي اشتغلت مع المخابرات الأمريكية على مشروع MK Ultra
وكانت هي المورد الرئيسي لمادة عقار الهلوسة LSD، واللي بدأت في إنتاجه وتطويره سنة 1954. وبمجرد ما بقى العقار بين إيدين سيدني جوتليب، بدأ في توزيعه على مستشفيات الأمراض النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وعلى السجون الأمريكية والمختبرات السرية وأماكن الاحتجاز الخاصة بالأسرى، واللي بتقع تحت سيطرة أمريكا في اليابان والفلبين وألمانيا. يظهر إن أوهام إجراء التجارب الخطيرة على المرضى النفسيين والأسرى واعتبارهم فئران تجارب طلع حقيقي مش كلام. المهم بدأوا يحقنوا الأشخاص اللي تحت سيطرتهم وبدون علمهم بجرعات عالية من ال LSD. تخيل تدخل المستشفى لعلاج صداع بسيط أو نوبة اكتئاب، تلاقي نفسك فجأة في رحلة ذهنية مرعبة تستمر الأيام ويمكن لشهور. والأسوأ كمان إنهم كانوا بيدوا الشخص ده مع العقار صدمات كهربائية على الدماغ بتوصل قوتها ل40 ضعف القوة المسموح بيها طبيا. وتحت راية برنامج MK ألترا تم تجربة تقنيات التعذيب الجسدي والنفسي والصعق بالكهرباء والتنويم المغناطيسي للضحايا، ودراسة آثار كل ده في دفعهم لإساءة التصرف بما يتعارض مع شخصياتهم. كمان تم تطوير أساليب لاستخلاص المعلومات من أشخاص خاضعين للاستجواب. طبعا كل ده كان لازم له واجهة علمية محترمة تكون غطى للعمل القذر اللي بيدور جواها، وكمان توفر تمويل مناسب للمجرمين، أقصد الأطباء والباحثين في المشروع داخل الولايات المتحدة وخارجها. سنة 1954 اتأسست في نيويورك على إيد طبيب الأعصاب الأمريكي هارولد جي وولف جمعية بحوث البيئة البشرية، واختصارا SIHE، واللي اشتغلت كواجهة تمويل سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وعن طريق الجمعية دي واللي استمر عملها لغاية سنة 1965 امتدت أبحاث ودراسات غسل الدماغ لداخل وخارج الولايات المتحدة، وكانت كل الأعمال بتتم بسرية عالية جدا، لدرجة إنه من المستحيل إنك تعرف أعداد الضحايا كان قد إيه، بل إنه كمان كانت كل الرسائل المتبادلة والأبحاث بين العلماء والCIA مشفرة تماما. من ضمن الضحايا دول على سبيل المثال سيدة اسمها إستر شراير. في فبراير سنة 1960 كانت إستر بتعاني من أعراض نفسية، وده نتيجة خوفها من فقدان حملها الثاني بعد ما فقدت الأول. المهم علشان ما أطولش عليك، راحت إستر لمعهد ألان التذكاري للأمراض النفسية في مونتريال، وده كان من المستشفيات المرموقة في كندا للطب النفسي، وتم وضعها تحت رعاية الطبيب الاسكتلندي الأمريكي دونالد أوين كاميرون، واللي كان رئيس لجمعية الطب النفسي في أمريكا وكندا. وطبعا كانت المخابرات الأمريكية استدعته للانضمام لمشروع MK ألترا. بدأ كاميرون في حقن إستر بعقار الهلوسة وصعقها بالكهرباء، بل إنه كمان دخلها في غيبوبة مصطنعة بالعقاقير لمدة 30 يوم، وخرجت من المستشفى في حالة غير طبيعية مش قادرة حتى تقف على رجليها. شراير كانت واحدة من بين مئات أو حتى آلاف الضحايا اللي خضعوا للتجارب دي من غير علمهم. اعتقد كاميرون إنه يقدر يحول أدمغة البشر لصفحة بيضاء زي عقول أو أدمغة الأطفال، وده عن طريق عقار ال LSD والصدمات الكهربائية، بل إنه نجح فعلا في ده، لدرجة إن في أشخاص خرجوا من التجارب دي ما يعرفوش أساميهم ولا شكلهم في المراية. بعد كده فكر كاميرون إنه ممكن يقدر يعيد برمجة عقول البشر دول من جديد، وده عن طريق التنويم المغناطيسي وتشغيل رسائل مسجلة وإجبارهم إنهم يسمعوها لمدة 20 ساعة يوميا وهم نايمين أو صاحيين، والعدد غير محدود من الأيام، وده بغرض عمل ما يسمى بإعادة برمجة الدماغ. كانت الرسائل دي بتتحط ليهم في سماعات الأذن أو مكبرات صوت داخل الغرف أو تحت مخدات المرضى. كان من ضمن الضحايا دول روبرت لوجي، شاب عمره حوالي 18 سنة. دخل لوجي لمستشفى معهد ألان التذكاري ووقع تحت إيد الدكتور كاميرون. كان بيعاني من آلام في الساق، ونصحوه الأطباء بالتوجه لمستشفى نفسي بداعي إن آلامه نفسية. تم صعق لوجي بصدمات كهربائية على الدماغ وصلت قوتها من 70 ل 100 ضعف المسموح به طبيا. كمان تم حقنه بجرعات كبيرة من عقار LSD. خرج روبرت لوجي من التجربة المريرة دي بعدد من الأمراض النفسية الفتاكة والرؤى المخيفة. كمان بعض الضحايا نسى كيفية قضاء حاجته واضطر لارتداء حفاضات الأطفال، واللي اعتبر المشرفين على مشروع MK ألترا بمثابة إنجاز علمي قدروا من خلاله إنهم يرجعوا المرضى لمرحلة الطفولة بعقول بيضة تماما يسهل برمجتها من أول وجديد. وعلى الرغم من نجاح المشروع في المرحلة الأولى، واللي هي محو ذاكرة دماغ المرضى تماما وتدمير حياتهم الطبيعية للأبد، إلا إنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم في المرحلة الثانية.
والمتعلقة بإعادة برمجة دماغ المرضى. استهدف مشروع MK Ultra كل الأنواع من المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين، ومرضى نفسيين وسجناء وجواسيس وأسرى لدول تانية وجنود في الجيش الأمريكي. زي كده الدكتور فرانك أولسون، واللي كان عالم جراثيم أمريكي وخبير في الحرب البيولوجية، وكان موظف مدني في الجيش وبيشتغل في مختبرات الحرب البيولوجية. وفي يوم من الأيام وبدون علمه تم وضع عقار ال LSD في مشروبه الخاص، وبعد أيام من الهلوسة والانهيار النفسي يقع أولسون من شباك غرفته في الدور ال13 في فندق في نيويورك. والرواية الرسمية طبعا إنه انتحر. ومع ظهور فضيحة ووتر جيت وقيام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في سنة 1973 بإقالة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ريتشارد هيلمز، واللي كان الشخص الوحيد اللي يعرف مدى أهمية وخطورة مشروع MK Ultra، بيتفق هولمز مع سيدني جوتليب قبل تركهم لموقعهم على تدمير وحرق كل الوثائق الخاصة بالمشروع، وده خوف من الفضيحة والملاحقة القانونية بعد ارتكابهم أعداد لا تحصى من الجرائم والانتهاكات في حق البشر. استمر مشروع MK Ultra طي الكتمان لحوالي 20 سنة لغاية سنة 1974 لما نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش تحقيق في صحيفة نيويورك تايمز كشف فيها إزاي CIA حاولت تستخدم تقنيات غسيل الأدمغة في العبث بعقول البشر من المواطنين الأمريكيين وغيرهم. كانت التفاصيل صادمة للرأي العام الأمريكي وتسببت في فتح تحقيق في الكونجرس للوصول للحقائق والانتهاكات اللي قامت بيها وكالة الاستخبارات الأمريكية في الفترة من سنة 1953 لغاية 1973. وتم تشكيل لجنة تحقيق بقيادة السيناتور الديمقراطي فرانك تشيرش، واتعرفت اللجنة دي تاريخيا باسم لجنة تشيرش. وكانت من ضمن نتائجها إصدار أمر تنفيذي سنة 1976 بحظر إجراء أجهزة الاستخبارات الأمريكية لأي تجارب على البشر بدون علمهم. نسيت أقولك إنه على الرغم من حرق كل الوثائق الخاصة بمشروع MK Ultra، إلا إن لجنة تشيرش قدرت تحصل على عدد كبير جدا من الوثائق الخاصة بالمشروع كانت متخزنة على إنها ملفات مالية داخل مبنى أرشيف السجلات المتقاعدة التابع لوكالة CIA، ودي اللي استخدمتها اللجنة في تحقيقها، واللي انتهت بالإدانة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وكمان نشر الفضيحة في نيويورك تايمز. واعتذرت الحكومة الأمريكية للضحايا ودفعت تعويضات، لكنها ما كانتش كفاية لترميم العقول اللي اتحطمت. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه بقوة دلوقتي، هل فعلا توقفت محاولات السيطرة على العقل البشري، ولا هي انتقلت من غرف المختبرات المظلمة لشاشات التليفونات اللي احنا شايلينها في جيوبنا؟ وهل تم استبدال العقاقير بخوارزميات تعرف عننا اكتر من اللي نعرفه عن نفسنا؟ مشروع MK Ultra ما كانش مجرد تجربة فاشلة، انما كان انذار للي ممكن تعمله حكومات بتمتلك التكنولوجيا وتفتقد الاخلاق. الحكاية بدأت بهوس السيطرة ويمكن ما تنتهيش ابدا طالما ان العقل البشري هو الجائزة الكبرى. واخيرا اسألك سؤالنا الجميل، تفتكر هل تجارب السيطرة على العقول لسه موجودة لغاية دلوقتي بأشكال وأسماء مختلفة، ولا انتهت بفشل ذريع دون رجعة؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات.